السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هذا الكراتان ديال الشوفلور. صراحه كيجي لذيذ وكيجي بنين بزاف، انا متاكده غادي تجربوه غادي يعجبكم. الا كنتو ما تاكلوش الشوفلور ولا وليداتكم ما تياكلوش، كونوا متاكدين تكونوا على يقين هاد الطريقه صراحه غتخليكم تحمقوا عليه وغتخليكم مدمنين عليه. كراتان ساهل ودغيا تيوجد. بالنسبه شنو كنحتاج واحد الحبه ديال الشوفلور هادي. كنحاول نقيها، كنحيد لها هذوك الوريقات ديالها الخضرين، وكنحيد لها هذيك النباته اللي كاينه لتحت كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. هنايا من بعد غادي نقيها من الفوق، غادي نحيد منها اي حاجه تبان لي كحله من الفوق، نخلي غير الشوفلور ديالي يبقى لي بيض. نحيد اي بقعه تبان لي كحله وسخ اي حاجه نحيدو، نحاول نقي هذا الشوفلور ديالي كامل. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه حتى نقيه كله مزيان. غادي ناخذ واحد البانيو فيه الماء اللي حيدتها، غادي نحطها فيه. في الاول غادي نغسلو غير بالماء بوحدو. هنايا كنحاول نحيدهم كاملين. هنا راه تيتحيدوا بكل سهوله. انا صراحه تيعجبني يبقاو هاد الحبات ديال الشوفلور يبقاو شويه كبارين. تيعجبني انا يكون بحال هكا، يبقى يبان لي شويه كبار. نتوما الا بغيتو شويه صغار حاولوا تقسموهم. صافي هنايا كنحاول نقيهم كاملين. هنايا في الاول غادي نغسلو كيف قلت لكم غير بالماء مزيان، من بعد غادي نبدل عليه الماء وغادي نديرو في الخل. غادي نخليه مرقد في الخل واحد شويه بما غلى لي الماء اللي غادي نسلق فيه الشوفلور. هنايا خديت فاش غادي نسلقو حتى كيغلى لي الماء، كنزيد فيه اوراق جرند، كنزيد فيه شويه ديال الثومه، شي ضريصه ديال الثومه، الملح وجوج طرونشيات ديال الحامض. صافي من بعد مني دازت ليا تقريبا واحد 5 دقائق فاش رقدت الخل، عاودت غسلته مره اخرى ودابا كنعاود غادي نسلقو. بالنسبه للطريقه باش كيفاش غادي نسلقوه، ما نطيبوهش كله مزيان حتى يهرى معانا. غادي نطيبوه غير شويه، هو يكون طيب ولكن مازال باقي شاد في راسو. من عجنوش، يعني بغيت نقصد زعما من عجنوش في الطياب. صافي غادي نخليه يتسلق وغادي نوجد معكم لاصوص اللي غادي نستعمل. غادي نوجد اول حاجه هو لاصوص ديال المطيشه. غادي ناخذ حبه ديال البصله تكون متوسطه، غادي نزيد عليها فصوص ديال الثوم، 2 او 3 على حساب الفصوص كي دايرين. انا غادي نستعمل هنايا الهاشوار. الا كانت ما متوفرش عندكم تقدروا غير تحكوا هاد العناصر كلهم مزيان اولا تشلضوهم بيديكم، ما كاين حتى شي مشكل. صافي انا هنايا غادي غير نشلضها وغادي نديرها، غادي نشحرها هي الاولى. ما غاديش نخلط كلشي في خطره في الاول، حيت كتعجبني البصله ملي كتشحر بوحدها كتعطي واحد البنه زوينه. يعني تنشحر البصله هي الاولى، عاد غادي نزيد عليها مطيشه. بني غادي ناخذ المقله اللي غادي نشحر فيها كي قلت لكم، وغادي نشحر البصله هي والثومه هما الاولين. غادي نزيد عليهم غير شي شويه زيت العود. كي قلت لكم غادي نزيد غير زيت العود فقط في الاول وغادي نخليهم يتشحروا. في نفس الوقت راه الشوفلور ديالي راه مازال تيتسلق، يعني تنوجد كلشي في خطره، ما نبقاش نوجد كل حاجه بوحدها. هنا غادي نزيد شويه ديال الملح اليوم وغادي نخلي هاد البصله ديالي تقلى ليا مزيان. هنايا كنرجع نقلب الشوفلور، صافي كندير فيه موس كيبان لي صافي دخل فيه، راه صافي هو راه طاب ومازال في نفس الوقت راه شاد ليا في راسو. صافي تنرجع البصله تنحركها تلقاها بدات كتشحر. غادي نزيد عليها مطيشه، هذوك الحبه ديال المطيشه اللي وريتكم في الاول. غادي نطحنهم، يا اما تطحنوهم في الهاشوار كيف استعملت انا اولا تحكوهم، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي بحال بحال. صافي غادي نخلط كلشي مزيان وغادي نزيد العطريه ديالي. غادي نزيد شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه سكينجبير والتحميره. هذه هي العطريه اللي استعملت. وغادي نزيد شويه الكمون حتى هو. هذه العطريه اللي استعملت. صافي غادي نخلط كلشي مزيان حتى ينسجم كلشي مع بعضياته وتقلى ليا هادشي كامل مزيان. انا غادي نزيد الكفته. تقدروا نتوما تستعملوا اي حاجه، المرحله ديال الكفته هي مرحله اختياريه. تقدروا تستعملوا لادان، تقدروا تستعملوا صدر ديال الدجاج اولا تستعملوا الكفته ديال الدجاج، المهم اللي كان عندكم. تقدروا ديروا الطون في الاخر. تقدروا تخلوا لاصوص ديال المطيشه والبصله هكاك، ما كاين حتى شي مشكل، حتى هو راه تيجيبني وتيجي زوين. غير انا غير بغيت نزيد نبننو اكثر. صافي نيتي نزيد هاد الكميه ديال الكفته تبقى اختياريه.
صافي هنايا غادي نشحر كل شيء مزيان. بالنسبه للكفته ما تنكثرش عليها الطياب لان مازال باقي غادي تدخل الفران طيب في الفران. الا طيبتها بزاف هنايا وعاد دخلتها الفران غتقصح، اللهم حيت مازال باقي تابعها الطياب، اللهم ما طيبش من الاول مزيان. صافي هنايا من بعد ملي كنحس تقريبا كل شيء طاب لي هنايا غادي نطفي عليه وغادي نمشي نوجد البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل خديت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال الدقيق، شويه الملح وشويه الابزار، وصافي تنحرك كلشي مزيان حتى كنحس بهذاك الدقيق انسجم ليا مع الزبده وبدا يطيب ليا واحد شوي. عاد غادي نزيد عليه واحد نص لتر ديال الحليب. صافي ملي كنزيد الحليب وفي نفس الوقت راني تنحرك، غادي نبقى نخلط، ما غاديش نحيد يدي من التخلاط. صافي غادي نبقى نخلط فيه حتى يعقد ليا هذا البيشاميل. هذا هو البيشاميل ديالي، هذا هو القوام ديالو. صافي هنايا من بعد مني وجدت كلشي كناخذ المول اللي غادي نستعمل اللي غادي ندخلو الفران. كندير فيه اول حاجه كندير البيشاميل لتحت، غادي نزيد عليهم لاصوص ديال الكفته ديالي اللي شحرت. تقدروا تستعملوا مول كبير، تقدروا تستعملوا مولات صغيورين، لكم الاختيار اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل، داكشي اللي كتبغوا ديروه. انا غادي نستعمل هاد جوج المولات الفرديين كيدخلوا الفران. صافي درت البيشاميل في الاول، من بعد الكفته. دابا غادي ندير عليهم هاد الشوفلور ديالي، غادي نستفو بهاد الطريقه. كيف قلت لكم انا في الاول تيعجبني صراحه الشوفلور ديالي تيبقى كبير، كيعجبني الصراحه في الشوفه يكون كيجيني زوين صراحه في الشوفه كله كيفاش كيعجبو. صافي غادي نستفو كامل هنايا في المولات اللي عندي. انا صراحه هاد المولات اللي استعملت شويه صغارين ما هزوش لي الكميه كامله، يعني كون استعملت مول واحد كبير اولا شي مولات شويه كبار غادي يكون حسن. صافي ملي ساليت درت عليه الكفته من الفوق، هذاك الشيء اللي بقى لي في الكفته قسمته عليهم بجوج ودرتو، وغادي نزيد عليهم الفرماج ديال الموتزاريلا من الفوق، ومن بعد غادي نزيد عليهم البيشاميل. في هذا الاثناء راني شاعله الفران ديره يسخن ليا باش دغيا يطيب ليا هاد الكغاطان ديالي، ما ياخذش ليا الوقت بزاف. راه دغيا تيطيب اصلا، ما تياخذش هو الوقت بزاف، ان كل شيء عندنا طيب، حتى حاجه ما عندنا خضره، كل شيء طيب لينا دغيا غير يتحمر لينا وغادي نخرجوه من الفران ان شاء الله. كيف قلت لكم من قبل راه عندي الكميه كبيره، خديت المولات صغار، داكشي علاش بقى تيسيح ليا. شفتوا معايا راه المولات صغار شي شويه، ما هزوش ليا هاد الكميه كامله اللي عندي. صافي هنايا غادي ندخلو الفران يتحمر ليا ونرجع معكم ان شاء الله نوريكم الشكل ديالو النهائي كيفاش جا. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، صراحه كيجي لذيذ بزاف وكيجي زوين. ما تنسونيش من لي لايك في الفيديو وتشتركوا معي في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس الا كنتو ما مشتركينش معي في القناه. مرحبا بكم والف الف مرحبا. وما تنسونيش من لي لايك والتعليقات زوينين. ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.